حول موضوع قمع الصين للإيغور. دائما ما تعطي السلطات الصينية أعذارا مختلفة، ولكنها في الغالب غير مقنعة، إذ تحاول السلطات الصينية دائما إخفاء قمعها للإيغور في إقليم شينجيانغ بهدف التغطية على جرائمها ضد الأقلية المسلمة، إلا أن عبد الرحيم غني لم يقف مكتوف الأيدي ضد القمع الذي تمارسه بكين ضد أبناء جلدته، مصمما على إيصال رسالته إلى المجتمع الدولي. دأب عبد الرحيم غني وهو من أقلية الإيغور على التظاهر بشكل دائم في الميادين العامة بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول القمع الذي تمارسه الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. كل المستلزمات المظاهرة بيكون في المخزن تحت. تقريبا 15 أو 20 دقيقة أنا أشتغل، أحمل إلى سيارتي من المخزن إلى السيارة، وبعد ذلك أذهب إلى أمستردام تقريبا 40 دقيقة. ويقول غني أن السلطات الصينية عبر أحد عملائها تعمد إلى الاتصال به على الدوام بغرض الضغط عليه، حيث يطلب منه التحدث إلى عائلته دون أن يعرف مكانهم أو المصير الذي يمكن أن يواجهوه في المستقبل. في ذاك الوقت يعني هذا التليفون كان معي، هو اتصل بهذا التليفون، وأيضا في ذاك الوقت ما يكون هناك يعني أي رقم، بدون رقم كان يأتي، الاتصال بدون رقم كان يأتي. وأنا سجلت الصوت، يعني هو يقول أجبر عائلته أن يتصل معه. غني يلفت أيضا إلى أن تلك الاتصالات عادت من جديد إلى رقمه الشخصي، مكيلة إليه الشتائم بهدف الضغط عليه لإجباره على التخلي عن نشاطه في التظاهر بشكل دائم. يقول أنت بنفسك، أنت رجل واحد، شخص واحد، أنت تتظاهر وتقوم بالمظاهرات، شو الفائدة؟ شو تستفيد أنت يعني بكلمة سيئة هم شتموه، يعني ليش أنت يعني شو الفائدة من هذا؟ حتى يعني أزعجوه بكلمات غير لائقة. غني يكشف أيضا كيف أن السلطات الصينية حاولت مرارا تجنيده للعمل معها، إلا أنه رفض ذلك، مما دفع السلطات الصينية إلى إبعاد أخيه إلى أحد المناطق النائية وإجباره على العمل دون مقابل. نعم، الصين من الأمن عدة مرات يعني حاول، اتصلوا به ولكن هو ما وافق. بعد ذلك هم أخذوا أخوه الصغير إلى منطقة نائية بعيدة عن الأهل. هم أخلوه في مكان بعيد عشان هو لماذا أنت ما تسمع كلامنا؟ يستعرض غني صور أفراد عائلته، منوها إلى أنه لا يعرف مصيرهم، هل هم في السجن أم معتقلون في أحد مراكز احتجاز الإيغور بإقليم شينجيانغ. هذا أبوه. Hazır 75 yaş kirde. Bilmeymen de adam hayat öldü mü? الحين 75 سنة عمره، ولكن ما أدري هو عايش ولا وين، ما أدري.